اهلا بكم فيديو جديد وفيديو النهارده مختلف. شقتنا النهارده من اسكندريه على البحر مباشره، فتشوفوا حاجه حلوه جدا. حطوا لنا لايك للفيديو النهارده، واللي اول مره يشوفنا في القناه ياريت تشترك معانا. كل فيديو هتخرجوا منه فكره جديده في تجديد في الديكور، لعروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، اكيد هتخرجي من كل فيديو بافكار حلوه جدا. شقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين على نظام الستيل او الكلاسيكي في الخشب. بصوا بقى الجمال بتاع السفرة والتفاصيل الحلوة جدا اللي هتشوفوها النهاردة. الشقة النهاردة تشطيب الشركة الهندسية ديزاين. هما صراحة بيعملوا دايما حاجات مختلفة، لهم روح مختلفة في كل جزء هما بيشطبوه. هحطلكوا ان شاء الله لينك الفيسبوك ورقم الفون بتاعهم للتواصل. بصوا هنا السفرة والبوفيه او البار ورا بلون درجات البني. في ناس مش بتحب الابيض، عارفه ان الابيض دلوقتي دارج جدا عشان على الشكل التركي او النظام المودرن. في ناس بتحب دايما اللون البني او الغوامق في الخشب. وهنا صالون بتنجد ظهر كابوتيني. الكوشن درجات الاوفايت الفاتحه. كذلك الوان الحيطان بدرجات الابيض والاوفايت. فدي من الحاجات الحلوه جدا اللي بتخليكي تلاقيها عليها اي عفش. الفواتح في الحيطان الابيض الجري بيبقى حلو جدا. هنا الستاير والبراءة درجات البني والكافيه والاوف وايت، وفقا بقى لدرجات الريسبشن. بصوا هنا ريسبشن في الصالون وفي السفرة. بصوا الفوتيه بتاع الصالون حلو قوي، رغم ان لو خدت بالنا ان الصالون الكنبة الاساسية او الفوتيه الاساسي بالاوف وايت، هنا الفتحات الصغيرة درجة فاتحة من البيج او الابيض. بصوا شغل القايمة اللي موجودة في الكرسي نفسه تحفة. بصوا كمان الشغل الخشب نفسه في ترابيزة السفرة. برضو الكراسي هنا بتنجدها كابوتيني بنفس درجة الكنبة الرئيسية بتاع الصالون. وهنا النيش. هنا جزء تاني من الصالون شايفين حلو جدا. هنا الليفينج بقى، وهنا الظهر الشاشة خشب. وانا بحب الشكل ده قوي في الترابيزات بتاع التلفزيون اكتر من انك تعملي جبسون بورد. بصوا بقى جمال الليفينج. هنا ركنة مودرن قوي، طبعا هو مازج ما بين المودرن والكلاسيكي في الترتيب بتاعه. طبعا لازم القعدة في الليفينج تكون مودرن او تكون ركنة مريحة بالشكل اللي هو عامله ده. طبعا لو لاحظنا ان الكنبة نفسها بتاع الليفينج القعدة بتاعتها عريضة، لان معظم اللي قاعد في الليفينج عاوز يريح عاوز يفرد ظهره، فتبقى القعدة الانتريه بتاعها او الركنة لازم تكون بالشكل اللي هو عامله ده. درجات الرمادي والابيض حلو جدا. برضو عامل هنا الخشب فيه الاضاءة. الديكور والاكسسوارات سيمبل قوي تحفة. بصوا هنا الشاشة والجزء اللي خشب اللي وراها، وكمان ترابيزة التلفزيون خشب. اكسسوارز بصوا بقى التفاصيل اللي موجودة، وجود اللون الأخضر أيا كان بقى صناعي طبيعي بده روح حلوة جدا لأي مكان. بصوا جمال الصالون ده مختلف، يعني انت بتشوفي قطعة فنية أكتر ما بتشوفي عفش أو صالون أو أنتريه. بتشوفي قطعة فنية في اللي هو عامله. وده شكل السفرة بالبار بالنيش. النيش هنا مش كبير، معلش لو الشاشة، بس انا حاولت اعمل زوم على كل التفاصيل عشان تبقى التفاصيل واضحة للي حابب يصور حاجة منها. هنا هندخل بقى. هنا المطبخ مفتوح على الصالة بس مش مجروح لو شفتوا تقسيمته. وبعدين هندخل على الطرقة اللي بتودي لأوض النوم. المطبخ مساحته مش كبيرة بس متقفل كويس بحيث ان هو يستوعب كل الحاجات بتاع أدوات المطبخ. هنا حمام، وحدة حمام. الطرقة هنا سلالم كده بتفصل الريسبشن والجزء بتاع الليفينج عن اوض النوم. ادي حمام ضيوف، طبعا مساحته مش كبيرة بس في وحدة حوض ومراية واعتقد ده مناسب لحجم مساحة الشقة وان هو يبقى حمام ضيوف. ده كده الحمام. نروح بقى لأوض النوم. تقولوا بقى في الكومنتات هل انتوا بتحبوا الشغل الكلاسيكي في العفش، ولا بتميلوا اكتر للحاجات المودرن او الالوان الابيض في دهانات العفش، ولا الالوان الغامقه؟
ده حمام تاني اهو جنب اوض النوم. طبعا هيبقى الحمام ده اكبر، مساحته اكبر شويه، في بانيو. دي وحده الحوض شكلها مختلف عن الوحده اللي شفناها قبل كده. ندخل بقى نشوف تفاصيل اوض النوم اللي مختلفه كمان. دي اوضه الاطفال. بصوا رغم ان هي اوضه اطفال بس تصميمها برضو بيميل للستيل. بصوا شكل السراير، تنجيد كابوتينيه من ظهر السرير، لكن العفش مايل للستيل اكتر من المودرن. وده طبعا ذوق الشقه كامل اهو. الاوضه هنا كلها بدرجات الاوف وايت، بعدنا عن البني خالص. يعني هو رغم ان هو عامل السفرة بني لكن الصالون اوف وايت، وكذلك اوضه النوم بتاع الاطفال. بصوا التفاصيل بتاع الدولاب الاطفال كمان في شغل. ندخل بقى نشوف الاوضه الماستر والشغل اللي موجود في الاوضه الماستر. ده الحمام اللي شفناه من الاول جنب اوضه النوم. دي بقى الاوضه الماستر حلوه قوي. بصوا جمال التفاصيل. الاوض دي كنا دايما بنشوفها فترات من الزمن في المسلسلات القديمة، لكن الستايل ده حلو جدا ودايما بتحسين ان هو ستايل ملوكي. بصوا التفاصيل، الكومود جنب السرير والشغل القايمة اللي عليه. السرير سيمبل جدا، التسريحة، كل التفاصيل القمر حقيقي. الأوضة مريحة جدا ومتقسمة صح قوي. ألوانها كمان درجات الأوف وايت مع درجات الجري الفاتح، الاتنين حلوين جدا. بصوا بقى الجمال. مساحة مش كبيرة بتاع الأوضة بس كل حاجة مكانها. وده الدولاب الكبير. كده يبقى الشقة كملت. بصوا انا بحب قوي البيت اللي فيه خصوصية، ان الاوض في ممر بيبقى فيها خصوصية بعيد عن الليفينج او الريسبشن. طبعا بتبقى فيها خصوصية حلوة جدا. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكرة. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش دعمكم القناة بلايك وكومنت سبسكرايب. ورأيكم، هل بتميلوا للعفش المودرن ولا العفش الكلاسيكي؟ اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة. ونتمنى من قلوبنا دعوة حلوة لأصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مشاهدة ممتعة بإذن الله.